مشاهدينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة الجديدة من البرنامج الجديد. ماذا تعني قضية تركستان الشرقية للمسلمين؟ مشاهدينا الكرام، معنا في هذا البرنامج نستضيف شيخ عيسى ثابت التركستاني. أهلا وسهلا. يعني قضية تركستان الشرقية ماذا تعني للمسلمين؟ في هذا البرنامج نتطرق بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل احتلت الصين دول الجوار أم أن عندها يد البيضاء كما تروج الصين للعالم؟ لو تقدم المعلومات الصحيحة للمشاهدين، تفضل. شكرا جزيلا، شكرا على استضافتي في هذا البرنامج الذي إن شاء الله سيستمر عدة حلقات إن شاء الله. سنتطرق من خلالها إلى قضية تركستان الشرقية المنسية من قبل المسلمين. نعم. أما إذا أجبنا إلى عنوان البرنامج هذا، ماذا تعني قضية تركستان الشرقية للمسلمين؟ قضية تركستان الشرقية تعني للمسلمين الكثير. نعم. بعد أن قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن سواسية كأسنان المشط مع كل مسلم يعيش في بقاع الأرض. صحيح. وثانيا المسلمون كما جاء في الحديث الصحيح كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والعمى. في يومنا هذا يعيش مسلم تركستان الشرقية ويشتكي من الاحتلال الغاشم، من الاحتلال الذي لا يشبه إلى الاحتلالات الأخرى. نعم، بلاد المسلمين في القرن التاسع عشر وأواخر 18 احتلوا من قبل المحتلين، أما احتلال بلادنا من قبل الصين كانت احتلالا لا يشبه إلى الاحتلالات الأخرى. فلذلك من هذه الناحية قضيتنا قضية عادلة، قضية لابد أن يهتم كل المسلمين، لأننا جزء لا يتجزأ من المسلمين، العالم الإسلامي، من العالم الإسلامي. المسلمون إذا سئلوا عن القضية الفلسطينية باحترامنا وإيماننا للقضية الفلسطينية، مع احترامنا وإيماننا للقضية الفلسطينية، يجيب كل مسلم ويعرف عن القضية الفلسطينية الكثير. بينما إذا يسأل عن القضية التركستانية المحتلة فلا يعرف من المسلمين الكثير. بل حتى من عرف القضية التركستانية يتجاهلهم تجاهلا تاما. كما حصل في هذه السنوات الأخيرة. من هذا الجانب قضية تركستان الشرقية أيضا مهم، لا بد أن يهتم المسلمون للقضية التركستانية على أقل شيء، حتى ولو بالدعاء. نحن شيخ الآن كما نرى العالم الإسلامي نسوا نسيا كاملا، ولا كأن لا صوت له، الصمت الشديد. يعني بصراحة كل واحد يتعجب من هذا. الآن السؤال، يعني كما تفضلت الآن، الصين تروج يعني أن عندها يد البيضاء للعالم. هل احتلت دول الجوار أم حقا عندها يد البيضاء؟
لو تشرفت لو تقدمت المعلومات الصحيحة نعم، للمشاهدين. هذا هو سؤال جوهري. لابد أن نجيب إلى هذا السؤال الجوهري بجواب جوهري أيضا. نعم. أولا كما تعرف أنا وأنت من أبناء تلك البلاد. صحيح. نحن ولدنا في ظل الاحتلال الصيني. نعم. وآباؤنا أيضا. نعم. مع الأسف الشديد الصين تخدع خصوصا العالم الإسلامي بإعلامها الكاذبة. أيوة. فيقول نحن لم نحتل أي بلد إسلامي كما يحتل الغرب العالم الإسلامي. صحيح. فهذا غير صحيح بالمرة، خاصة في هذا العصر. نعم نعم معاصر. نعم. يعني نعيش إن الصين أولا احتلت دولة اسمها منجوريا. منجوريا تقع شمال شرقي الصين. نعم. على حدود كوريا الشمالية. نعم. وثانيا الصين احتلت تبت. أيوة. تبت تقع على حدود الهند. نعم. وثالثا احتل الصين انتزع الصين نصف منغوليا. نعم. كما يعرف المشاهدون هناك دولة اسمها منغوليا. أي نعم معروف. منغوليا في الحقيقة نصفها تحت الاحتلال الصيني. أيوة. ورابعا بلدنا تركستان الشرقية أيضا محتل من قبل الصين من أواخر القرن التاسع عشر. رغم ذلك أن كثيرا من المسلمين والعالم يقول نعم. أن الصين ما احتلت أي بلاد. حتى نشوف في البرنامج التلفزيوني والمجلات يكتبون هذا. نعم. هذا إذا استنادا إلى هذه المعلومات نقدر أن نقول الصين أيضا دولة محتلة، دولة إمبريالية. أيوة. منذ القدم. نعم. خاصة نحن شعوب آسيا الوسطى نعرف من خلال تاريخنا المجيد أننا حاربنا الصينيين على مر العصور، فأخيرا هم احتلوا بلادنا. إذا الذي يروج في وسائل الإعلام أن الصين لم يحتل بلاد الآخرين هذا كذب. نعم. هذا كذب محض. وكذلك من طبيعة الشيوعيين الكذب والمكر والخداع كما يعرف المشاهدون. وفي من ناحية أخرى تركستان الشرقية خارج حدود الصين. نعم. في نظري وفي نظر معظم الأكاديميين أن الحدود الدولية للصين هو السور الصيني. سور الصين العظيم كما يقولون. العالم يعرف. نعم. تركستان الشرقية تبعد من هذا السور على أقل تقدير حدود بلادنا تبعد من هذا السور 2000 كيلومتر تقريبا. معنى ذلك هم احتلوا بلاد الآخرين، بل هم لم يكتفوا بالاحتلال، هم بعد الاحتلال ذوبوا صينوا الشعوب الآخرين. نعم. صينوا شعوب الآخرين كما حدث في جانسو. وإن كانت حاليا ولاية صينية، في الحقيقة هذه الولاية كانت ولاية تركستانية، شعبها كان من الأيغور القدماء. نعم. هم
احتلوا هذه البلاد. هذا على ما أعتقد ما قبل الإسلام أو بعيد وصول الإسلام إلى بلادنا. فالآن صار هؤلاء من الصينيين. تصينوا يعني بعد الاحتلال. هذا الاحتلال طبق سياسة التصيين. نعم. وفي عصرنا هذا أيضا في عصر في القرن 21 أيضا تطبق هذه السياسة على شعب تركستان الشرقي. أنتم يعني جزمتم أن الصين احتلت عدة دول، تبت ومنغوليا وأيضا منجوريا. يعني هل كما نرى في المجلات وبعض الإعلام، وسائل الإعلام، أن المسلمين الصينيين يقولون، هل نحن مثلا يعني مسلمون الصينيون، أو يعني ماذا تجيبون لهذا الكلام أو كذب هذا؟ أبناء تركستان الشرقية لم يكونوا ولن يكونوا من المسلمين الصينيين. نعم، في الصين مسلمون موجودون، نعم موجودون، لا ننكر، ولكن هؤلاء من أبناء جلدتهم. هم يتحدثون بلغتهم ويسكنون فيما بينهم، يسكنون في مدنهم، عددهم كلا قليلا. أما نحن أبناء تركستان الشرقية شعب مستقل، شعب على حدة عن الشعب الصيني. مثلا عادات والتقاليد والدين واللغة. نعم، نحن نتحدث مختلف تماما يعني. نحن نتحدث اللغة التركية القديمة. نعم. القديمة. نعم. وديننا الإسلام، عاداتنا لا يتوافق مع عادات الصينيين الكفار. نقدر أن نقول من سور الصين إلى تركيا الحالية، إلى آسيا الصغرى، الشعوب القاطنة في هذه الجغرافيا الكبيرة يتحدثون اللغة التركية باختلاف لهجاتها. نعم. كما في الدول العربية. في الدول العربية أيضا نعم كلها يتحدث اللغة العربية، ولكن باختلاف لهجاتها. لا حول. إذن أيضا نحن أولا جزء لا يتجزأ من المسلمين، وثانيا نحن شعب من الشعوب التركية القديمة. يعني ليس هناك يعني علاقة بين الصين وأبناء التركستانيين دينيا ولا لغة ولا ثقافة ولا عادات، أي شيء مختلف تماما تقولون يعني. تماما. نعم. لا يوجد بيننا وبينهم أي ترابط. نعم. الفرق بيننا وبينهم كفرق السماء والأرض. أيوة، يعني محتل احتلالا كاملا تاما يعني. نعم. لو تفضلتم الموجز من فجر الإسلام إلى الاحتلال الصيني، متى دخل الإسلام ومتى احتلت البلاد التركستان الشرقية من قبل الصين؟ لو قدمت معلومات، تفضل الشيخ. طيب، وصل الإسلام إلى بلادنا في أواخر العهد الأموي. نعم. تحديدا في عهد الخليفة وليد بن عبد الملك. وليد بن عبد الملك سير الفاتحين إلى أصقاع الأرض، إلى أطراف الأرض، فكان من ضمن الفاتحين الذين أرسل إلى أصقاع الأرض قتيبة ابن مسلم الباهلي. قتيبة بن مسلم الباهلي فتح بلادنا وبلاد آسيا الوسطى كلها.
وفي البداية حارب شعوب آسيا الوسطى الجيش الإسلامي وتصالحوا فيما بينهم على الجزية، ولكن بعد مرور السنين وبعد أن عرفوا حقيقة الإسلام وعدالة الإسلام وسماحة الإسلام أسلم شعوب آسيا الوسطى كلها عن بكرة أبيها، حتى يعني في أوان متقدمة يعني. نعم متقدم. بعد عصر الصحابي. نعم مباشرة. نعم. كما يعرف المشاهدون بعد الأمويين جاء العباسيون على سدة الخلافة. نعم. العباسيون أيضا نشروا الإسلام، وإن كانت توقفت الفتوحات في بداية العهد، ولكن في الأخير انتشر الإسلام بين التركستانيين شرقيين وغربيين عموما من خلال إسلام ملك البلاد. ملك البلاد وإعلان الإسلام الدين الرسمي والحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. استمر هذا الحكم قرابة 400 سنة. 400 سنة. وبعد ذلك قرابة 300 سنة. وبعد ذلك وصل الاحتلال المغولي، احتلال جنكيز خان، وسيطر جنكيز خان على بلادنا. كما يعرف المشاهدون أن تركستان الشرقية حدودها مع منغوليا. يعني إذا توسعت جنكيز خان سيحتل، أول ما يحتل بلاد تركستان الشرقية. هناك في بعض الأسئلة أحيانا نسأل ويقولون الأيغور مثلا تركستان الشرقية مثلا كما يقصدون نحن، أنتم مغول، يقولون أنتم أبناء جنكيز خان، وهذا كلام يعني كيف تجيبون؟ لا، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. نحن الأيغور فرع كبير من فروع الأتراك، أو فخذ كبير من الأتراك. هل نستطيع أن نقول أصول الأتراك؟ أصول الأتراك. نقدر نقول أصول الأتراك. هناك أغز، هناك أيغور، هناك قرلق، هناك قبجاق كذا إلى آخره. نحن فرع كبير من فروع الأتراك. نحن أصولنا تركية، ولكن هنا لابد أن نوضح شيئا. حينما احتل جنكيز خان بلاد الأتراك في آسيا الوسطى، هاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية، إلى بغداد، إلى شمال العراق، إلى تركيا الحالية، وبقي من بقي هناك. الشيخ محمود كشغري مثلا العالم الكبير منا، هو حتى كان مستشارا في بغداد. نعم كما نعم. هذا صحيح. الشيخ محمود الكاشغري درس في بغداد، درس في البلاد أولا، وبعد ذلك رحل إلى بغداد وأخذ العلم هناك، وذلك كان في عهد نظام الملك. نعم. يعني هو درس في المدرسة النظامية في بغداد. أيوة. نعم. وتبحر في العلوم الشتى، حتى أنه ألف أول معجم تركي عربي. فسمى معجمه ديوان لغات الترك. ديوان لغات الترك. نعم. والقصد من تأليف هذا المعجم تعليم اللغة التركية آنذاك لغير الأتراك. يعني. أيوة.
جزيلا للمعلومات القيمة. يعني متى آخر ملك تركستاني في تركستان الشرقية إلى أن احتلت الصين؟ لو أعطيتم المعلومات. نعم، أنا تعقيبا على كلامي فيما سبق أقدر أقول أن الاحتلال المغولي عم العالم الإسلامي ككل. أيوة نعم. إلا نظر يسير، فكانت هزيمتهم في عين جالوت في فلسطين كما يعرف المشاهدون. نعم. بعد تشنغيز خان هذه الإمبراطورية الضخمة قسم بين أولاده الثلاثة. أيوة. فكان تركستان الشرقية والغربية من ضمن أملاك تشاغاتاي خان. هو أعطى نعم يعني نعم لابنه يعني لابنه. في هذه الفترة نعم المغول هم كانوا مسيطرين على تلك البلاد، ولكن مع مرور الزمن هم تأثروا بالإسلام. تأثروا بالإسلام حتى أسلموا. كما كان ملكنا صدق بغراخان يحكم بالإسلام، فبدأوا يحكمون هؤلاء أحفاد تشنغيز خان أيضا بالإسلام. وكانت اللغة التركية، اللغة الأيغورية، لغة الدولة، اللغة الرسمية. يعني. نعم، صارت لغتهم. أسلموا من ناحية الدين، أما من ناحية الثقافة هم صاروا أيغوريين. نعم، هم صاروا أيغوريين. إذا نظرنا إلى المنطق الضعيف، الشعب المحتل لابد يتأثر من المحتل، من الاحتلال. صحيح، ولكن كان آثار هنا عندنا بالعكس. نعم، هنا كان بالعكس. هذا من عظمة الإسلام. عظمة الإسلام وعظمة الشعب. يعني الشعب غير المحتل بثقافته وبدينه وبعاداته. حول المحتل يعني. نعم، هذا صحيح. هذا كما حدث ذلك في الهند، وكذلك كما تعامل، كما صار مثل ذلك في الدولة السلجوقية الأولى في الأناضول في إيران وكذا إلى آخره. إذن هم بدأوا يحكمون بالإسلام حتى بقيت الدولة إلى النصف الأول من القرن السابع عشر. أيوة. نحن بقينا مستقلين عن الصين يعني. عن الصين. مستقلين، لا يهجمنا أحد. ولكن قدر الله أن ينشأ بيننا اختلاف فكري واختلاف عقائدي. نعم. واختلاف مذهبي أيضا. أيوة. فتفرقت الأمة، وبعد ذلك تفرقت الدولة، والدولة حكمت من خلال أيد غير آمنة. أيوة. فهم استعانوا بغير المسلمين على المسلمين. أيوة. نعم. فلذلك هم مثلا في البداية استجلبوا بعض الصينيين، بعض المغول الذين لم يسلموا، ليقدروا من خلالهم على إخوانهم المسلمين في السلطة، فدمرت الدولة. العساكر الذين جاءوا إلى بلادنا شافوا أن هذه البلاد بلاد بكر. أيوة. بلاد فيها كثير من الخيرات. نعم. فقالوا إذا نحن نحتل هذه البلاد فنبقى هنا. فبدأ الاحتلال الصيني من تلك الفترة. آخر ملك التركستاني
من هو يعني آخر ملك يعني؟ آخر ملك تركستاني. هنا لابد أن نوضح شيئا مهما في التاريخ السياسي التركستاني. عبد الرشيد خان آخر آخر حاكم إسلامي حكم البلاد بالإسلام. هذا مدينة يركن عاصمة بلاد تركستان الشرقية آنذاك. بعد هذا الملك العادل تشتتت الدولة كما قلت. استولى عليها الأيادي غير آمنة، هم استجلبوا الاحتلال ليتقوى بهم على إخوانهم المسلمين. وكذلك لا بد أن نذكر بعد هذه الفترة ليست بوجيزة أسست أيضا دولة مستقلة على يد يعقوب داك. أيوة. هذه الدولة بقيت ما استسلمت يعني الشعب، ما استسلم الشعب، بقيت لمدة 16 سنة. أيوة. في أول الأخير 1976. أيوة 76. واحتل الصينيون 1876. معنى ذلك الشعب التركستاني لم يستسلم للمحتل الخارجي، المحتل الخارجي، سواء المحتل الصيني أو المحتل المغولي أو المحتل التبتي. التبتيون أيضا احتلوا بلادنا ولكن طردناهم من بلادنا يعني في ذلك الوقت، حتى وصلنا إلى القرن 19. إن شاء الله أعتقد سيكون حلقة أخرى في هذا الخصوص إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا شيخ لمعلوماتكم القيمة. استضيفكم مرة أخرى في الحلقات القادمة. شكرا مشاهدينا الكرام لما استمعتم لبرنامجنا قضية تركستان الشرقية ماذا تعني للمسلمين. نستودعكم الله إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.